لا يعرفون حق الأم ويعقون الأم، نحذرهم تحذيرا شديدا أن عاق الأم لن يدخل الجنة، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فليعمل العاق لوالديه ما شاء أن يعمل من الخير فلن يدخل الجنة. يعمل العاق لوالديه ما شاء أن يعمل من الخير لن يدخل الجنة، لأن بر الوالدين الاعتراف بحقهما وبفضلهما، ودليل شكرهما هو دليل شكر الله عز وجل. ولكي لا نطيل على حضراتكم نكتفي بهذا القدر، وجميعنا يعرف حق أمه عليه، ولكن التطبيق العملي في هذه الآونة أولى وأولى بنا، لأن الكثير يتجاهل حق أمه وحق والده وحق المقربين منه، وخاصة بعد الزواج. وكل عام وأنتم بخير. أشكر للابن العزيز الأستاذ محمد سعد هذه الكلمة. وبعد أيها الأبناء فهناك شعر عن الأم سألقيه على حضراتكم الآن. يقول هذا الشعر عنوانه أم الحبيبة. دايما تسهر لأجل راحتنا، وبقلبها وعيونها تضم، نورها بيملى حياتنا وبيتنا، وبفرحتها الخير بيعم. يوم ما بتفرح بيكون عيدنا، وبدعوتها المولى يزيدنا، وإن قربنا ولا بعيدنا بيدفينا حنان الأم. شمس الدنيا الحلوة بتطلع لما بتملى صورتها عنينا، وتصبحنا ايدين بسمتها، وتشوف فينا رضاها علينا. تدعي وتدعي الدنيا معاها، ونعيش احلى حياة برضاها. مين يا حبيبي في يوم ينساها او يوم ينسى حنان الام؟ دايما تسهر لاجل راحتنا، وبقلبها وعيونها تضم. حبها عالم كله محبة، وظهور احلى ربيع في الدنيا، وفي قلبها بتعيش الطيبة والحنية اللي ماهيش فانية. والايام لو يوم تعاندنا نلقى رضاها علينا سندنا، واما تغيب عننا اعيادنا عيدنا بيبقى حنان الام. دايما تسهر لاجل راحتنا، وبقلبها وعيونها تضم. لو ادنا لها شموع الدنيا، لو ادنا لها شموع الدنيا برضه بسيطة وما تكفيش. أم بتدي حنانها وجودنا، وبحبها ووجودها نعيش أحلى هدية، نعيش فاكرينها، ونكون أحلى ربيع في سنينها. لو تنادينا نكون سامعينها، ولا ننساش أفضال الأم. دايما تسهر لاجل راحتنا، وبقلبها وعيونها تضم. وشكرا. انا برضو من وحي الام، انا اتكلمت عن الام اللي هي امنا كلنا، ولكن برضو كتبت حاجة عن مصر. مصر اللي احنا بنبهدل فيها وعاوزينها تستقر. بقول زجل بسيط قوي: مصر لقمة عيش في ايدين المحرومين، مصر لأدية في جيوب الشقيانين، مصر بنت مهرها عرق الجبين، مصر هي السحر في عيون البنات، مصر هي النيل وهي الأهرامات، مصر هي روح المقدرة. امال يعني ايه ان مصر هي القاهرة؟ وشكرا. وكأن الأمس ينادينا. بالأمس البعيد جدا كنت رئيسا لمجلس الإدارة، وقمنا بتكريم 3 أمهات مثاليات. واليوم يعاود هؤلاء الشباب أبناء هذا اليوم تكريم الأم المثالية، وهذا أبسط شيء نقدمه للأم المثالية. وقد اختار أعضاء مجلس الإدارة 3 أمهات مثاليات على مستوى القرية. ليس معنى هذا أنهن فقط الأمهات المثاليات، ولكن هناك كثير وكثير